الطحينة دي ولا بتفصل ولا بتسيح وبيطلع زي بتاع الكبابجي بالظبط. هعرفك المقادير المظبوطة والخطوات اللي بتديها القوام الكريمي اللي بيموت. قبل ما ندخل على الوصفة، انا سارة احمد. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة ولايك وشير، واكتبي في الكومنتات لو الوصفة عجبتك. يلا بينا نشوف جهزناها ازاي. اول حاجة جبت 3/4 كوباية من الطحينة، وبعد كده بننزل بفصين من الثوم المهروسين، وبننزل بالتوابل ملح وبهارات بس. هو ده السر اللي بيخليها زي بتاع الكبابجي. و3/4 كوباية من المية المغلية، بس مش بنزل بيها كلها مرة واحدة، لان الطحينة بتفرق بين طحينة ونوع تاني يعني. فعلشان مش تبقى خفيفة معانا وكده، فاحنا نبقى متحكمين في القوام بتاعها وننزل بالمقدار المية واحدة واحدة. هنا لقيتها برضو لسه محتاجة، القوام بتاعها كان خفيف، وبعدين لما بتبرد بتتقل اكتر لان المية بتبقى سخنة، فبنبقى واخدين بالنا من كده. بعد ما خلاص لونها افتح معانا والقوام بقى مظبوط، ننزل بقى بيها بعصير ليمونة. لو وصلت لحد هنا متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. ونديها ضربتين، وكده خلاص القوام ده القوام المطلوب وكريمي وخطير. نحطها بقى في طبق التقديم، وتزينيها بأي حاجة عندك. انا هنا زينتها بعود بقدونس وبألف هنا.